مش أي شخص جه كلمك وعبر لك عن إعجابه واتكلم معاك شوية واهتم بيك شويتين تعتبر الشخص ده حاجة مهمة في حياتك. طالما لسه اللي ما بينكوا مجرد كلام يبقى الشخص ده مش معترف بيه في حياتك، ما ينفعش ان انت تعشم نفسك بيه عشان ممكن الموضوع في الآخر ما يبقاش جد، لكن انت بتبقى واخده جد. عشان كده بتيجي تتضايق في الآخر لما تلاقي الشخص ده اتغير عليك من غير سبب أو بقى بيتقل عليك. انت اللي بتتأذي في الآخر. ليه؟ لأنك اعتبرت الشخص ده حاجة مهمة في حياتك من ولا شيء. وده بيحصل كتير جدا ان الاقي حد جاي بيقول لي احنا كنا بنتكلم 24 ساعة وكويسين جدا وفجأة بقى بيتكلم على القد وبيتقل، او فجأة اختفى. فانا اسأله طب الشخص ده بالنسبة لك ايه؟ يقول لي ولا حاجة، بس هو كان مهتم بيا جدا. طيب هو كان وعدك بحاجة او عمل فعل معين يثبت حبه ليك او اعجابه بيك او ان هو عايز يكمل معاك حياته او عمل خطوة جد؟ الاجابة لا. يبقى ما تلومش غير نفسك. طول ما هو ما عملش فعل معين وكل الموضوع كان مجرد كلام يبقى هو بره عنك وعن حياتك، يبقى هو شخص حر. ما ينفعش ان انت تعشم نفسك بيه ولا حتى ينفع ان انت تحاسبه على حاجة لان انت اللي غلطان. ما هو مش اي قطة معدية من جنب بيتك تقولك نو تروح مدخلها بيتك. انت بقى بتعمل كده. اي شخص بيخبط على بابك يهتم بيك بتروح فاتح له ومدخله ومقعده ومشربه حاجة وحكيله على كل تفاصيل حياتك، وبعدين تتضايق ان هو ما جاش تاني. فمش معنى ان في شخص بيكلمك 24 ساعة ان هو كده كتب عقد على نفسه ان هو هيكمل معاك بقية حياته. مش معنى ان هو اهتم بيك شوية ان هو كده كتب عقد على نفسه ان هو هيكمل معاك بقية حياته. انت اللي بتسمح للشخص ده وبتديله فرصة ان هو يدخل حياتك، فاكيد مش هيقولك لا.